ادعوا بقى لمحمود بيه، هو اللي قال نوضب لكم البيت ده كان بينام هنا الاول يا جمالات قبل ما يبني البيت الجديد اللي قدامكم ده في المزرعه. ربنا يخليه ويخليكي ليه ويخليكوا لبعض، قادر يا كريم. الله، هي مالها عامله زي شحاتين سيدي حسنين كده. مالك يا جمالات بقى؟ ها الله، فيه ايه بيضحك؟ كان نفسي يكون معانا عبد المجيد وخليل ابني، كان هنانا اكتمل. كان زمان ابويا بيشرب وفلقك ونازلين في بعض شتيم. اخرس يا واد، قطع لسانك. معلش بقى يا جمالات، معلش. بكره ربنا يلم شملنا كلنا ويخرج سي عبد المجيد وخليل من السجن، وربنا يحقق كل اللي احنا عايزينه. تعيشي يا اختي، ربنا يخليكي يا رب ويطرح البركه فيكي يا رب. يا رب يا رب. زي ما قلت لكم يا ولاد، عايزاكم تطولوا رقبتي. طبعا. لا عايزه قله ادب، ولا عايزه خناقات، ولا عايزه دوشه. عايزه كل الناس هنا في المزرعه يقولوا ونعم الادب والاخلاق. سامع يا طنطاوي؟ ونعم الادب والاخلاق، مش ونعم قله الادب. انا قليل الادب ياض، ده انا اجدع منك. وبعدين بقى انا لسه ما خلصتش الكلمه. ما انت سامعه يا خالتي الواد ده بيقول ايه؟ يا خالتي انا بقول الله، الظاهر انتوا ناويين تكسفوني هنا. معاش ولا كان اللي يكسفك يا اختي، بقى بعد كل اللي عملتيها علشاننا ونكسفك؟ ده انا اللي يكسفك اروح فيه في 60 داهيه. الله، بطل كلام المجرمين ده بقى يا واد، اوعى اسمعك تقول كده حتى لو كنت بتجامل. دي مش شطاره، ما تقولش كلام ما انتش قده. عامل لي فونت حضرتك يا اخي كل واحد بقى يخليه في نفسه وبس، كل واحد يحاول يبقى ذوق وابن حلال عشان يعرفوا اننا ناس طيبين وكويسين. فاهمين؟ فاهمين يا خالتي. يا خالتي مالك مسنودة عليا كده ليه؟ انت فاكراني حيطة؟ يا بنت اسكتي، وانت صوتك لخالتك تسمعي. فيها ايه يا زهر؟ لا يا خالتي، دي نوال بتقولي اتسندي عليا عشان تاخدي راحتك. يا سلام على الذوق، اهو كده الاخوات ولا بلاش؟ ليه يا خالتي؟ دي ما كانتش بتقول لها كده، دي كانت بتقول لها اسكتي يا بنتين. ادخل. مساء الخير يا استنعمة. اهلا يا فتحي، مساء الخير. خشي يا نجيب، خشي بالصينيه يا بيه. العواف يا سيد. يعافيكي يا نجيه، تعالي حطي الصينيه هنا. دي ايه دي؟ ازاي عاملين لنا ملوخية؟ ريحه زفر يالا. على الله يكونوا جابوا لنا البتاع الاحمر اللي اسمه جيلي، زي اللي جابوه الظهر. اسمه جيلي يا جاهل. جيلي عطش الجيم. اعطشها ولا شرب؟ انت مالك انت؟ حق عليا، عايز انصحك. شيل صواعق من الأكل يا مرسي. حضرتك عايزه حاجه تانية يا استنعمة؟ عايزه سلامتك يا نجيه. الباقي كان بيسأل على حضرتك، قلت له انك هنا. انا رايحه له حالا. طيب يا سيدي، يلا يا نجيب يلا. يلا لك. يا واد انت هو بطل كلام. بس يا واد انت وهو، ايه عمركم ما شفتوا اكل؟ ايه الفضايح دي؟ شفنا يا خالتي، بس ما كناش بناكل حاجات من دي. بس يا بنت بقى بلاش الكلام ده، بلاش فضايح. اسمعوا بقى، الظاهر انتوا مش هتيجوا بالذوق. انا قلت انا عايزه ادب، يعني عايزه ادب، مش عايزه حد يسمع زعيقكم ولا تغجيركم. احسن والله بالشبشب. حاضر يا خالتي. انا طالعه